كرة الى الاستاذ خالد طلعت، برضه ناقد رياضي في المواقع الالكترونيه وموقع شوف اخبار، وهو كان برضه بيعمل في موقع في الجول.com فتره سنوات طويله وله خبره عريضه في الصحافه الالكترونيه. مساء الخير يا استاذ خالد. مساء الخير يا استاذ عبد الرحمن، ازيك؟ اهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. قول لي يعني برضه حابب اعرف وجهه نظرك. احنا بنجمع الاراء، يعني احنا دلوقتي كان معانا اكتر من موقع وبحاول اجمع الاراء، بس اعرف رد الفعل ايه بالنسبه لك انت كمان. لا طبعا، هو يعني القرار اللي صدر من النادي الاهلي ده يمكن يطلق عليه كلمه واحده، كلمه تهريج. اللي حصل ده تهريج طبعا، ما ينفعش ان هو يحصل خالص. احنا المفروض بنعيش في عصر الحريات، ده اللي احنا بنطالب بيه. يمكن حتى الثوره قامت في مصر عشان مزيد من الحريه. يمكن احنا بنتكلم دلوقتي باقصى حاجه في البلد يا عبد الرحمن، بنتكلم في انتخابات رئاسه، بنتكلم في جلسات مجلس الشعب بتذاع على الهواء، الناس بتبقى عايزه تعرف كل الاحداث في ساعتها، في نفس الوقت، في نفس اللحظه. بقول لك في الاحداث المهمه جدا، في الاحداث السياسيه، الاحداث المؤثره في امن البلد. فمش معقول نيجي على تدريبات فريق كوره اللي هي تعتبر في الاول وفي الاخر مجرد لعبه لاسعاد الناس، ان احنا نعمل عليها سكيورتي او امن، او ان احنا نقفل الدنيا ونقول لا مش حدش هيدخل التدريبات او محدش هينزل اخبار. ده طبعا كلام غير منطقي بالمره. اذا كان زي ما انت قلت الاهلي يمكن عنده قصور في الدعايه لبعض الموقع الالكتروني او للمجله. بس انا اللي قلت البيان اللي قال، هم قالوا البيان اللي اتحط على الموقع الرسمي واتشال، قال انه النادي الاهلي بيتكبد خسائر كثيره لانه لعدم اقبال الناس عليه، يعني وقال لك في شروط جزائيه بالملايين سيتحملها النادي لو خالف الكلام ده. فمش انا اللي قلت طبعا يعني ما هو مش الحل بقى ساعتها ان احنا نمنع المواقع ونمنع الناس ان هي تنشر اخبار في المواقع عشان خاطر النادي الاهلي يحصل يعني دعايه اكتر للموقع بتاعه والمجله. الحل ان هم يشوفوا اسباب الفشل بتاعتهم في المواقع، في موقع الكتروني او في المجله او في القناه. ايه اسباب الفشل؟ ان هم يطوروا الحاجات دي بافكار جديده، بحاجات افكار مبدعه، مش ان انا اقفل على كل المواقع، لان ده طبعا ما ينفعش حتى في العصر اللي احنا بنعيشه دلوقتي. هتلتزم بده؟ يعني لو جالك خبر عن النادي الاهلي او لو جالك من التدريبات، هل هتنشر ولا هتنتظر في الوقت الحالي؟ يعني هتطبق ده في الوقت الحالي؟ لا مش هلتزم خالص، واي خبر هيجي لي انشره. وانا مش عارف ايه العقوبات، يعني احنا مش في مدرسه، او احنا مش كصحفيين او كمواقع الكترونيه مش تلامذه في مدرسه النادي الاهلي. ما حدش هيعاقبنا، ما حدش هيعمل حاجه. مش عارف ايه العقوبه اللي ممكن يعملوها. هم مش هيعاقبوك، هو قال لك يعني لن يتم التعامل مع موقعك تاني، هيبقى يتم التحذير بقى والتنبيه على اللاعبين ان الموقع ده مخالف لاتفاق النادي الاهلي، وبالتالي ما يتمش التعامل معاه تاني. اعتقد صعبه جدا. احنا بنتكلم عدد المواقع بقى كتير جدا، صعب ان انت تقعد كل يوم موقع ينزل خبر تمنع اللعيبه انهم يتكلموا. دي هتكون فيها صعوبه كبيره. هيمنع المراسل بتاعك انك يكون موجود في النادي. ده لو عارف المراسل بتاعي اصلا. احنا دلوقتي انت عارف دلوقتي هتعمل مراسل خفي؟ لا مش مراسل خفي ولا حاجه. هو طبعا دلوقتي معظم المراسلين بتوع المواقع بيكونوا اساسا شغالين في جرايد، فهو المراسل بيدخل على انه مراسل صحيفه معينه وبينزل الاخبار تاني يوم في الجورنال بتاعه، وفي نفس الوقت بيكون بيعمل في الموقع في نفس الوقت وبيبعت اخبار للموقع. فممكن في الحاله دي ما نزلش اسم المراسل، ممكن ما يبقاش النادي عارف مين هو المراسل اساسا بتاعي، فبالتالي ما يقدرش يمنعه. دي حاجه طبعا يعني سهله جدا ان احنا نتحايل عليها. غير كده كمان عبد الرحمن في نقطه مهمه، ان احنا من خلال علاقاتنا الشخصيه، يمكن احنا يعني انا شخصيا بقى لي 10 سنين في المجال، الحمد لله الواحد ليه علاقات قويه جدا وصداقه مع معظم لعيبه النادي الاهلي. فانا حتى لو ما بعتش مراسل، انا من خلال لعيبه اصدقائي اقدر اعرف كل الاخبار. مش شرط يعني يبقى في مراسل قصدك؟ بالظبط. نعم، مش شرط يبقى في مراسل في وجهه نظرك يعني؟ لا مش شرط خالص. اللعيبه بقول لك ممكن من خلال لعيب، يعني بقول لك معظم اللعيبه اصدقائنا بنتصل بيهم نعرف ايه اللي حصل في التمرين. فما اعتقدش ان هم يمنعوا اللعيبه كمان بعد كده. يعني لو بداوا بقى كل لعيب يطلع خبر هيمنعوا اللعيب كمان من حضور التمرين، هتبقى مشكله كبيره جدا. بالعكس انا شايف هم كده ممكن حتى يحولوا اللعيبه لمراسلين. يعني بقول لك ممكن بعضها بعض العلاقات زي ما انا قلت علاقات شخصيه اصدقاء، ممكن بعض الثاني لعيبه بقى مثلا صغيرين السن او لسه يمكن الناحيه الماديه بالنسبه لهم مش عاليه، ممكن يشتغلوا مراسلين في الخفاء ويبعتوا اخبار. دي قصه يعني اللي انت بتتكلم فيه، دي قصه صعبه شويه، بس يعني انت بتتكلم انه ساعتها هيبقى في فتح الباب للتحايل بقى بكافه انواعه يعني بشكل عام يعني. بالظبط. يعني مثلا علاقات شخصيه، او يعني ممكن تسريب الاخبار عن طريق اللعيبه وما يعرفوش مين. العمليه مش سريه ولا حربيه، يعني ان انت تمنع في لعيبه جوه وفي جهاز فني وفي ناس كتير بتبقى موجوده. في ناس شغاله في مجله النادي الاهلي نفسها وبتشتغل في مواقع خاصه من غير ما يعرفوا، في ناس شغاله في القناه وبتشتغل في جرايد. يعني الامر بقى مختلط دلوقتي، المجال مفتح على بعضه يعني. بالظبط. ما ينفعش ان انت تحكم خالص، مستحيل يعني. اشكرك يا استاذ خالد، شكرا جزيلا. استاذ خالد طلعت، بعتقد يعني في وجهات نظر، في اللي قال لك يعني هيبقى في دراسه، في خالد طلعت قال لك لا يعني مش هلتزم طبعا بحاجه زي كده، لكنه الواضح انه
مش عارف، بشعر الحقيقه انه القرار ما كانش موفق، انه مش موجود في حته في العالم. اي نموذج عالمي الحقيقه عمري ما شفت يعني موقع عالمي بيلتزم بوقت معين. خبر لما بيجي على طول بيروح، بل انه بيبقى فيه متابعات حيه للاخبار، مش بقى بعد ما حصل بقد ايه او بالكلام ده. لكنه هنشوف الايام القادمه هتسفر عن ايه، لانه صعب الحقيقه الاهلي يعرض كل المواقع، والمواقع هي اللي بتحرك الاعلام دلوقتي، وهي اللي بتحرك الناس، وهي اللي قامت بالثوره، وهي اللي نزلت الناس الشوارع. يعني قوه المواقع الحقيقه ما بقتش ضعيفه، يعني ما بنتكلمش على حاجه سهل ان انت تتجنبها او ان انت تتجاهلها.